نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. في البداية أيها الإخوة الأكارم الفضلاء، أهنئكم بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذا العيد علينا ونحن في خير ويمن وبركة. كما أننا أيها الإخوة لا ننسى أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما كان منا في شهر رمضان، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الثابتين على الطاعة المداومين على الخيرات. فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا انتهى رمضان يحملون هم دعاء الله عز وجل، أو هم القبول، فيدعون الله تعالى عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم. أيها الإخوة الأكارم، هنيئا لنا أهل هذه البلدة هذا الاجتماع المبارك، يوم أن نزعنا من قلوبنا كل ما يشيننا وكل ما يباعدنا. فما أجمل القلوب حينما تجتمع وحينما تأتلف. قال أبو تمام: إن كيد مضطرب الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الواحد. أيها الإخوة، ما جاء هذا الدين إلا ليجمع القلوب ويؤلف بين الناس، فقد كان العرب أمة شقاق وتنازع وتفرق، بل وحروب طاحنة، وأنتم تعرفون ذلك. فهم يقتتلون على مربط الشاة، ويقتتلون على أمور تافهة، لأن الجاهلية قد أعمتهم. فجاء الدين هذا ليجمعهم وليبصرهم وليوسع قلوبهم ويشرح صدورهم. هذا هو دين الإسلام، جاء ليؤلف بين قلوبنا، ليجمع بيننا على ما كان فينا. ربما نختلف في القضية أو تكثر آراءنا في المسألة، ولكن كما تعرفون الخلاف لا يفسد للود قضية، وخاصة في هذه الأزمنة. وأمة الإسلام هي أمة التي تركن في ذيل قائمة، ولكنها أمة منصورة بإذن الله، والنصر قادم، وربيع الثورات العربية ينبئ بخير ونصر لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يمكن لأمة محمد. قولوا آمين. أيها الإخوة الأكارم، إن هذه الأمة منصورة، ولكن أيها الإخوة لا تنتصر الأمة على أعدائها إلا حينما ينتصر الإنسان في ميدان النفس، ينتصر على نفسه، فيرغم ندواتها ويرغم عصبياتها ويرغم تكبرها وتغطرسها وعنجهيتها، فيرغمها ويمرغها في التراب، ويلجمها بلجام التقوى، بلجام شرع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال الناس كأسنان المشط. يلجمها بذلك اللجام الذي ألجم به محمد عليه الصلاة والسلام عصبيات وحميات الأوس والخزرج. شاف بن قيس هذا اليهودي الخبيث جاء ووجد الأوس والخزرج جالسون، فغاضه اجتماعهم وغاضه تآلفهم وتقارب قلوبهم وتآلف أفئدتهم، فذكرهم بحرب بعاث التي كانت بينهم، ذكرهم ببعاث وما حصل حتى صارت الحميات. وهكذا أيها الإخوة بعض الناس يستخدم الشيطان لسانه فيثير الناس، ويضرب بعضهم بعض ويثير العصبيات والحميات بعد أن ذابت بالتقوى، بعد أن ذابت بهذا الدين. فقام الأنصار فقال الأوسي يا للأوس، وقال الخزرج يا للخزرج، وكادت أن تقوم بينهم حرب. فجاء رسول الله مسرعا بعد أن أخبره المخبر وقال
أيها الناس أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة عليه الصلاة والسلام. فنقول أيها الإخوة اليوم أبدعوى الجاهلية والقرآن يتلى بيننا، أبدعوى الجاهلية وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ناصعة بيضاء بيننا، دعوها فإنها منتنة، ادفنوها في التراب فإنه لا ينبغي أن تصعد أبدا، فليتحافى الناس وليتقاربون. أيها الإخوة الأكارم، لا بد أن نضع عنا كل تنازع وكل حساسيات ولنجتمع على قلب واحد، وكلنا لآدم وآدم من تراب، لا فرق لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. وخاصة في هذه الأيام كثرت فيها المصائب وحلت بنا النكبات، نسأل الله عز وجل أن يرفعها. لا مناص ولا محيد لنا إلا من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، أن نتمسك بلا إله إلا الله، ومن مقتضاها ومعانيها ألا نحب إلا لله، وألا نبغض إلا لله، وألا نخاف